كتير ورخيص ومال السوق. يلا بينا بقى عشان نعمل بطرمانات المصانع اللي هتقعد عندنا في الفريزر من السنة للسنة، وهتودي معانا الاكل في حتة تانية خالص. نزلت السوق وجبت فلفل احمر، لقيت الفلفل ده موجود في السوق وسعره رخيص. جبته عشان خاطر اعمل منه الهريسة اللي هتقعد معايا من السنة للسنة. جبت الفلفل وغسلته كويس، وبعد كده شلت منه الزهرة الخضراء اللي من فوق ونشفته كويس بالفوطة عشان المية هتعمل معايا عفونة في الهريسة. اهم حاجة الفلفل ما يكونش فيه مية، وهقطعه كده بشكل عشوائي عشان اضربه في الكبة، وهحطه بقى كده دلوقتي في الكبة وهفرمه ناعم خالص. واهم حاجة تبقي فرماه ناعم خالص عشان ما يبقاش معانا خشن. وده شكل الفلفل بعد ما ضربته في الكبة. هحط عليه معلقة كده من الملح ومعلقة كمان من السكر، ومعلقة السكر مع الملح دي للمادة الحافظة. وهحط كمان معلقة من البابريكا المدخنة، وهحط كمان عليها ليمونتين اتنين بس، مش هحط ليمون كتير، هما ليمونتين اتنين على الكمية دي. انا عاملة كيلو واحد من الفلفل الاحمر، وهقلبهم مع بعض كويس قوي. وكده هرسة الشطة بقت جاهزة معانا، بستخدمها في المحشي، في المخللات، بدخلها في اكلات كتيرة جدا. وممكن تحطوا معلقة على الكبدة وانتوا بتعملوها، بصراحة بيبقى حلو جدا. وهجيب دلوقتي العلبة اللي هحط فيها الهريسة، بس هحط كده معلقة من الزيت وهوزعها على العلبة كده بالشكل ده، عشان الزيت برضو هيبقى معانا مادة حافظة عشان بتقعد عندي بالسنة. يعني العلبة دي بتقعد معايا فترة طويلة جدا. وهحطها كده في العلبة وهساوي وشها، هي الكمية كبيرة فهعملها على علبتين، وهحط على الوش كده برضو معلقة كبيرة من الزيت. وده شكل الهريسة وجهزت معايا كده. بقى هغطيها وهحطها في الفريزر، هتقعد معايا سنة كاملة. هعمل بقى دلوقتي هريسة الفلفل الاخضر. هريسة الفلفل الاخضر انا جبت نص كيلو فلفل حراق ونص كيلو فلفل رومي، وهعملهم ميكس مع بعض عشان ما تبقاش حراقة قوي، لان لو جبت كيلو من الفلفل الحراق هتبقى حامية قوي. فانا بحب اعملها ميكس كده، فلفل رومي مع الفلفل الحامي، الاتنين بيبقوا ميكس حلو مع بعض. وبرضو هقطعهم بشكل عشوائي كده، وهحطهم في الكبة وهفرمهم في الكبة كويس قوي. واهم حاجة الفرم يكون ناعم عشان ما تبقاش خشنة معانا في الاكل. وده شكلها بعد ما فرمتها في الكبة. دلوقتي انا هقسمها على طبقين، على جزئين كده، لان في جزء انا عايزاه من غير تتبيله وجزء هعمله بتتبيله. هحط بقى كده معلقتين كبار من الثوم المفروم، ومعلقه من الكزبره، ومعلقه من الكمون، وكمان هحط معلقه كبيره كده من الملح. وهقلبهم كويس قوي. بس هحط في الاول كده شوية من الزيت، والزيت مادة حافظة، وكمان الزيت بيسهلها معايا لما باجي اقطم كده منها. الزيت بيخليها ما تبقاش ناشفة قوي وهي خارجة من الفريزر. وحطيت كمان معلقة كبيرة من الخل، وهقلبهم مع بعض كويس قوي. وهستخدمها بقى في البتنجان لما اجي اعمل بتنجان مخلل. التتبيلة دي بتبقى جاهزة معايا، باخد منها معلقة واحطها على طماطم مبشورة، لان في ناس بتحب تحط في البتنجان طماطم مبشورة في التتبيلة. وممكن اخد منها كده واحطها على البتنجان على طول، لو انتوا مش حابين تحطوا طماطم مبشوره مع التتبيله. وبستخدمها كمان في الكبده. ممكن لو انا بعمل سجق باخد منها معلقه وبحط على السجق وعلى الكبده. بستخدمها في اكلات كتيره جدا. وبرضو هساوي وشها كده، وهحط برضو على وشها زيت، لان الزيت ده مادة حافظة عشان تقعد معايا اطول فترة في الفريزر. زي ما قلتلكوا البطرمانات دي انا بعملها مرة كل سنة او مرة كل 9 شهور على حسب استعمالي. ونيجي للجزء التاني ده هخليه كده زي ما هو، ولا هحط عليه توم ولا توابل. وبرضو هحطه في علبة تلاجة كده، وهغلفها برضو بالزيت عشان دي الزيت مادة حافظة. وهنزل كده بالفلفل. الجزء التاني ده انا بحطه بقى لو انا بعصج لحمة مفرومة وما عنديش فلفل ومحتاجة معلقة فلفل كده مفروم في اي اكلة باخده. ده بقى كده من غير توم، ده للاكلات، ده لاي اكله انا محتاجه فيها فلفل اخضر لو انا ما عنديش. وبرده هغطيهم واحطهم في الفريزر، وبيقعدوا معايا فتره طويله. والزيت ماده حافظه عشان كده انا بحط له زيت. وجبت بقى فلفل احمر. انا هعمل دبس الفلفل الاحمر، غسلته وشلت منه البذر، وهحطه دلوقتي في الاير فراير عشان هشوي. ما عندكيش الاير فراير، هاتي اي صينيه الومنيوم عندك ورصي فيها الفلفل ودهنيها بالزيت ودخليها فرن حامي، هيتشوي معاكي في الفرن.
يعني ولا تعصبي نفسك ولا تضايقي نفسك لو انت ما عندكيش اير فراير. تمام. انا دلوقتي هحطه في الاير فراير. لو عندك مايكرويف حطيه في الميكرويف. خرج من الاير فراير بعد 15 دقيقة. في خلال 15 دقيقة كانت شوى بقى بالشكل ده. دلوقتي انا هطلعه وهحطه كده في الطبق وهستنى عليه لما يبرد شوية عشان اعرف امسكه، وهشيل منه القشرة اللي من فوق، وهحط الفلفل في الكبة عشان افرمه. انا الفلفل ده اسمه دبس الفلفل. بيتعمل من الفلفل الاحمر. انا بعمله بحب احطه على الجبنة القريش، وهحط عليه معلقة كبيرة من الزيت كده وهفرمه برضو في الكبة. انا بحب اجيب واحطه على الجبنة القريش، بيخليها معايا حلوة جدا. وده شكله بعد ما فرمته في الكبة. هجيب دلوقتي برضو علبة تلاجة كده وبرضو هغلفها بالزيت عشان يقعد معايا فترة طويلة وما يبص. وبنزل كده الزيت الزيادة، وبعدين هحط الفلفل اللي انا عملته كده بالشكل ده، وبرضو هحط على الوش كده معلقة كبيرة من الزيت، واحطه بقى في التلاجة. لما بكون بعمل جبنة قريش باخد معلقة بحطها على الجبنة القريش، بيخلي طعمها حلو جدا مع شوية زعتر. وجبت كمان فلفل الوان، قطعت جزء جوليان والجزء التاني قطعته مكعبات صغيرة. دلوقتي برضو انا هقسمه على علب. الجزء اللي متقطع قطع صغيرة ده بحطه لو انا مثلا بعصج لحمة مفرومة، بحب احط اوقات عليها فلفل الوان. واللي متقطع جوليان ده بحطه مع الشاورما. انا لقيت الفلفل سعره رخيص في السوق فجبته، وقلت استفيد بيه واحطه في الفريزر، بيقعدوا معايا فترة طويلة. كده احنا عملنا هرسة الفلفل الاحمر، وعملت هريسة الفلفل الاخضر، وعملت الفلفل الاخضر السادة من غير توم عشان استخدمه في الاكلات لو انا محتاجة معلقة فلفل اخضر. وعملنا الفلفل الالوان، وعملنا دبس الفلفل الاحمر اللي بيتحط على الجبنة القريش. الحاجات دي انا بحطها في الفريزر بتقعد معايا فترة طويلة. بطلعها بس كده 5 دقايق على الرخامة وبالمعلقة كده او بالشوكة، وبطلع على قد استخدامي وبحطها تاني في الفريزر. كده خلاص احنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو لايك وشير.